أنشيلوتي يدفع نجم ريال مدريد لقرار الرحيل في الساعات الأخيرة من الميركاتو. باريس سان جيرمان قد يرسل لابورت إلى ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من الميركاتو لهذا السبب المفاجئ. نجم خط وسط المنتخب الفرنسي معروض على ريال مدريد، وبيريز يحسم الأمر بهذا القرار. كيبا يختار فريقه الجديد بعد فشل عودته إلى ريال مدريد. ولكن قبل بداية الفيديو اكتبوا 8 في التعليقات لكي أعرفكم أيها المدريديستا. وإذا كنت من عشاق النادي الملكي لا تنسى الاشتراك وعمل لايك للفيديو. وهيا نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كشفت تقارير صحفية إسبانية إلا أن داني سيبايوس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بات قريبا من الرحيل خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يذكر أن ريال مدريد قد أعلن انتهاء الميركاتو الصيفي بالنسبة للنادي بعد وصول مبابي وإندريك، ولا نية لدى بيريز للدخول مجددا إلى السوق الصيفي من أجل الشراء، ولكن من الممكن أن تحدث عملية الرحيل غير المتوقعة. ويعاني سيبايوس من قلة المشاركة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يعد اللاعب خارج حسابات مدرب الفريق الملكي بشكل كبير للغاية. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن سيبايوس يقترب من مغادرة ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري بعد خروجه من حسابات أنشيلوتي خلال المباريات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالرغم من إصابة كامافينغا وبيلينغهام ثنائي الفريق الملكي، إلا أن أنشيلوتي لم يعتمد إطلاقا على سيبايوس ليفتح باب الرحيل أمام اللاعب لمغادرة ريال مدريد. واختتمت الصحيفة: ريال مدريد لن يقف أمام رغبة اللاعب في حال أصر اللاعب على المغادرة الصيفية في الساعة الأخيرة من الميركاتو، حيث أبدى ريال مدريد اهتمامه بخدماته. ونظرا لهذا قد يصبح باريس سان جيرمان حليفا لفلورنتينو بيريز. يراقب ريال مدريد الأيام القليلة الماضية من سوق الانتقالات، مدركا أن العديد من التحركات قد تتم في الساعات القليلة المقبلة. وفي الواقع يبدو أن باريس سان جيرمان عازم على أن ينقل لابورت إلى ريال مدريد في اللحظة الأخيرة من الميركاتو. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ديفينسا سونترال الإسبانية تشير جميع الدلائل إلى توقيع سكرينيار للنصر السعودي، لأنه ليس ضمن خطة لويس إنريكي. إذا تم الانتهاء من هذا في الساعات القليلة المقبلة فقد يؤدي ذلك إلى خروج لابورت في اللحظة الأخيرة، على الرغم من أن مدريد سربوا أنهم غير مهتمين به. لكن من الواضح أنه إذا غادر سكرينيار باريس إلى المملكة العربية السعودية فإن لابورت سيكون لديه فرصته الأخيرة لارتداء القميص الأبيض هذا الصيف. لكن في غياب مفاجأة كبرى لن يلعب لابورت مع ريال مدريد هذا الموسم، على الرغم من تحرك النصر لتعزيز دفاع الفريق. وفي البرنابيو استطلعوا موقف قلب الدفاع الإسباني والذي أبدى موافقته على الفور للانضمام إلى ريال مدريد. وقد يتم الإعلان رسميا عن توقيع سكرينيار للنصر في الساعات القليلة المقبلة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تقرب لابورت من ريال مدريد، اللاعب المجنون بفكرة مغادرة السعودية. كان داني سيبايوس موضوعا للعديد من الشائعات في الساعات الأخيرة، حيث لا يزال مستقبله في مدريد بعيدا عن الوضوح. وفي ضوء ذلك تلقى النادي عرضا، على الرغم من حقيقة أنه لا يزال هناك بضعة أيام متبقية حتى إغلاق نافذة الانتقالات. فقد أنهى ريال مدريد بالفعل تشكيلته، ومع ذلك في الأيام الأخيرة بدأ الحديث عن رحيل سيبايوس المحتمل، لدرجة أن العديد من الفرق تراقب وضعه مع الفريق الأبيض. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ديفينسا سونترال الإسبانية يقال أن سيبايوس نفسه يستمع إلى العروض، وهو الأمر الذي أثار الجدل في مدريد. وبالتالي بعد شائعة رحيل سيبايوس المحتمل تلقى مدريد العديد من العروض من الوكلاء والوسطاء، وهناك عرضا واحد بمبلغ معقول لريال مدريد، إنه لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، ولذلك فرصة التعاقد معه متاحة لريال مدريد. وأضافت الصحيفة: مبدئيا لا يفكر ريال مدريد في التعاقد مع رابيو، وهو لاعب لا يناسب خطة كارلو أنشيلوتي. بالإضافة إلى ذلك لا يتوقع ريال مدريد لحراس هذا الأسبوع، على الرغم من الشائعات التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية.
لذلك ما لم تحدث مفاجأة كبيرة لن ينضم رابيو إلى ريال مدريد. واختتمت الصحيفة: عرض رابيو على ريال مدريد مرة أخرى، وهو لاعب لم يتخذ قرارا بشأن مستقبله بعد. وشكر فلورنتو بيريز اللاعب على عرضه للانضمام إلى ريال مدريد، لكنه رفضه في الوقت الحالي. كشف فابريسيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عن النادي الذي اختاره الحارس كيبا أريزابالاغا لاعب تشيلسي الإنجليزي بعد فشل عودته إلى ريال مدريد الإسباني مجددا. ولعب كيبا على سبيل الإعارة لمدة موسم لفريق ريال مدريد قادما من تشيلسي بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا ببداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي. وحظي كيبا بفرصة اللعب كأساسي في بداية الموسم مع الريال، ولكن سرعان ما تراجعت أسهمه ليكون بعد الأوكراني أندري لونين هو الحارس الأساسي. وكان كيبا يتمنى رحيل أندري لونين عن ريال مدريد كما ذكرت الصحف من أجل الانتقال إلى الريال مجددا، ولكن خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال ليؤكد على استمرار الحارس الأوكراني. وأشار فابريسيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الإكس إلى أن بورتموث الإنجليزي يقترب من إبرام صفقة كيبا. وأكمل الصحفي الشهير أن كيبا سينتقل إلى بورتموث لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى صيف عام 2025. وإذا صارت الأمور على ما يرام فسوف يسافر كيبا لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للإعلان عن الصفقة. كشف برنامج تشيرينغيتو الإسباني عن البديل المستقبلي في ريال مدريد لتعويض احتمالية رحيل فينيسيوس جونيور نجم الفريق، والذي وصلت إليه عروض خرافية من دوري الروشن السعودي في الأيام الأخيرة. التقارير تشير إلى أن الريال يعتبر نيكو ويليامز البديل الأبرز لتعويض فينيسيوس إذا رحل عن صفوف الفريق، ولكن حتى الآن النجم البرازيلي مستمر وملتزم بعقده مع الميرينغي، ولديه رغبة في كتابة التاريخ داخل أسوار البرنابيو. تحدث فينيسيوس جونيور عن كيليان مبابي زميله في ريال مدريد، مشيرا إلى أن اللاعب الفرنسي سيكون قادرا على تسجيل العديد من الأهداف مع النادي الملكي. وقال فينيسيوس: بمساعدة الرب سيكون مبابي قادرا على تسجيل نفس عدد الأهداف لنا كما فعل في فريقه السابق، كما يفعل مع منتخب بلاده، وهو قادر على فعل المزيد معنا. أنا أحب أسلوب مبابي وأحب طريقة لعبه، والحقيقة أنني متحمس للغاية لما يمكننا القيام به معا. لقد وصل إلى النادي الذي حلم دائما بالتواجد فيه، والذي حلم كل لاعب دائما باللعب فيه، وهو ريال مدريد.